السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أمة المليار، صلوا على النبي المختار. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم انصر أخواننا في غزة والسودان وسائر جميع بلاد المسلمين، آمين يا رب العالمين. أنا بقالي فترة مش بنزل أي محتوى على الصفحة عندي. والله ده يعني ليا الحمد لله على كل حال. هنا والله هنا والدتي هي اللي بتعمل الأكل الظريف ده، حاجة كده خفيفة. وهي طلبت مني ان هي تنزل على الصفحة النهاردة عندي. نفسي والله ان انتوا تشجعوها وتفرحوها، هي نفسها تشوف التعليقات يعني عندي، ونفسي ان هي تفرح والله، لمجرد بس ان هي ايه يعني لمجرد ان انا افرحها. هي هنا هتعمل كريب. هنا بصوا، هي قطعت البصل جوانح، وهتعمل ايه بقى، وقطعت معاهم فلفل اخضر والطماطم. هنا كان في حتتين لحمة عندها من العيد، قالت بقى اقطعهم خلاص، اقايس بقى واحطهم وخلاص. قطعتهم هنا. ربنا يديها الصحة والعافية يا رب، ويخليها يا رب، يخليها لينا يا رب، ما يحرمناش من وجودها يا رب العالمين. بس المهم هي هنا حطت بقى التوابل بتاعتها، اللي هو الكمون والكزبرة والفلفل، ونزلت بيهم هي بتشوحهم كده. هنا والله بس احنا كلنا بنعرف نعمل اكل تمام، يعني مش يعني هي مش حاجه يعني ان احنا مثلا هنقول محتوى والكلام ده. لا والله احنا كلنا بنعرف نعمل كل حاجه، هو فيديو تحفيزي يا بنات، علشان خاطر يعني ناخد اراء من بعض وناخد افكار من بعض. انا اوقات والله العظيم اقعد اتفرج كده على الفيديوهات عندي. في حاجات فعلا انا بلاقي نفسي ساعات اوقات ان انا باخدها يعني وبعملها، وفي حاجات بطبقها. وفي حاجات انا ببقى مش عارفاها وبعرفها عادي، يعني احنا نعرف من بعض، نتعلم من بعض، دي حقيقة مش وحشة يعني. المهم ان الواحد يحفز من نفسه ويجدد يعني في اكلاته وكده. بس فهنا هي هنا بقى، هي طبعا هي عملت عجينة الكريب هنا، خمرتها. المهم هي نزلت هنا في الصينية الحلوة التيفال دي. هي نزلت بالعجينة طبعا، عشان خاطر الصينية التيفال ايه ما تلزقش العجينة. هي ما عندهاش للأسف، هي طاسة تيفال ما عندهاش يعني، فعندها الايه الصينية التيفال دي. تمام، فهي نزلت بالعجينة بتاعت الكريب. على فكرة هي العجينة دي مش حاطة فيها بيض يا بنات، هي يا دوب العجينة هي عبارة عن خميرة بيرة ومقاديرها يعني، هكتب لكم مقاديرها. تمام. بس هي احلى حاجة ما في العجينة ان هي مش بتلزق، يعني هي يا دوب بتعمل شوية زيت كده في الصينية عشان ما تلزقش. صلوا على النبي يا بنات في الكومنتات، بالله عليكم خدوا حسنات وادوني حسنات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. اللهم انصر الاسلام والمسلمين يا رب. آه، بس فهي خلاص هنا هي تقريبا كده خلصت العجينه ان شاء الله يعني، عملتها. انا مش بعرف اتكلم كتير يا بنات والله، دي مشكله عندي مش عارفه يعني. انا المونتاج بتاعي ده انا اللي بعمله، انا لسه يا دوب جديده معاكم، فاعذروني معلش لو انا بغلط في اي حاجه ولا كده، معلش يعني. اختكم، انا اختكم في الله برضه. آه، بس هي كده انا خلصت العجينه بتاعتها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. دي اخر واحده، دي اخر واحده هي هتعملها. مفيش خمسة كيس أمي، مفيش خمسة. انا العجينه هي بتعملها وخلاص، دي اخر واحده كده. تمام، في إيه؟ هي هتيجي عند اخر واحده هنا وهتتلسع في ايديها. بس كده هي عملتها. هتنزل بقى هي ايه يعني، هنا احنا هننزل بالخليط بتاعها اللي هي كانت عاملاه البصل وهي كانت لسعت انا بدها تنزل بالخليط بتاعها هنا بقى، اللي هو اللي عاملاه، اللي عملته اللي هو البصل واللحمة والطماطم. نزلت بالخليط.
معلش انا عندي دوشه العيال، اطفال صغيرين، معلش يا بنات باينه اكيد هتبان في المونتاج، هي كده 5. معلش أمي هات يا أخي يا أبو يا معلش. اهو يا بنات اتعمل هنا وجميل والله العظيم، طعمه جميل. دي سلطة البابا غنوج اللي هي عملتها، تحفة تحفة والله العظيم، جربوها ومش هتندموا. حاجة كده خفيفة وجميلة وكريب خفيف. السلام عليكم.